السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشورا في جابس عندها نكهة أخرى خاصة بصراحة للصغار. ما أنني بنتي حنين مولودة في جابس معناها تفتقدها النهار هذاك إذا كان ما جاتش فيها عاشورتها. دونك باش نشارك معاكم اليوم كيفاش نعملوا عاشورا. العاشورا أول حاجة في جابس طيبوا فيها الفول، كنت شاركت معاكم كيفاش نطيبوا الفول في مرة سابقة بطريقتي. الفول أني ننفخه قبل بليلة في الماء ونرقد وأصبح نعمل لها غسلة أخرى ونحطها يطيب جيست مع شطر كعبة قارص، ونخليه يطيب على حد ما يبدا الماء يغلي، نقص عليه ونخليه على نار هادية وننساه. في عاشورا زادة فما شكون يعمل دجاج مصلي، فما شكون يعمل دجاج مفورك معناها يفوحها بالفلفل الأحمر والطماطم، وكل واحد كيفاش يعمله بطريقته. أنا اليوم حبيت نعمل الستيك، دونك هاني عملت التتبيلة متاع الستيك جيست ملح وشوية زيت وشوية ماء وشوية فلفل أكحل ومغرفة موتارد وعصرة قارص. الستيك خذيته مشرّح حاضر باش من المزرعة. هني خلّطت المكونات مليح باش يتمازجوا مليح وباش هاك المغرفة متاع المُتَّار تتحل شوية مع بقية السوائل. الsteak غاديكا مشرّح قُلت لكم حاضر باش، جيت ندهنه من فوق بركا باش نحاول إني نقعد ندهن ونعاود باش يدخل لل للتغاغير متاع الطرف، خاطر أني بصراحة ما نحبّش مشرّح ياسر الsteak باش يقعد لي طري من داخل ومحافظ على العصارة متاعه. البقية المكونات شفتوها غاديكا حطيتها في القلاية هاذيك، القلاية هاذيك هي اللي في نتاعها كوكوط كيما قُلت لكم، خاطر هي حديد معناها رزينة، باش نحطها هكاكا وباش نحطه على النار وباش نخليه على نار هادية وننساه، جيست من بعد نتفقده ونعمل له تقليبة في الآخر تو من بعد نقلبوهم ونتفقدوا مع بعضنا في الآخر. العاشورا زادا يطيبوا فيها العظام ويزينوها للصغيرات. يزينوا برشا بملونات، أنا هني جست باش نحط شوية مي وشوية كركم ونخلي العظيمة تكتسب هاك اللون الأصفر متاع الكركم، شُفت مرة واحدة في الإنترنت قالوا حطي مغرفة ملح في المي متاع العظمة باش العظمة ما تطرشقلكش، والله هاني قُلت خليني نجربها سي فري العظمة ما تطرشقتليش بصراحة. دونك حطيت العظيمات غاديك يتغلوا مع شوية مي وكركم وقطريف الملح، باش نخليهم يطيبوا وباش نخليهم يبردوا، بعد ما يبردوا باش نمشيو نزينوهم. دونك زادا نعملوا طاجين، فما شكون يعمل طاجين، فما شكون يعمل كفتة. أنا باش نعمل طاجين، أما الطاجين باش نعمله اليوم خفيف ما فيه حتى شي، لا بطاطا لا معدنوس، طاجين صيفي جربوه راهو بنين ونوعًا ما معناها يززي زادا يطيح برشا quantité. دونك أنا هني باش نقص طريف سكالوب هكاكا شرائح، خذيت ما قيمة 5000 فرنك سكالوب هذاكا. باش نقصها هكاكا طريفات صغار، بعد ما نقصها طريفات صغار باش نطيبها جوست في طريف زيت زيتونة، وباش نفوحها بيان سور شوية فلفل أكحل وشوية ملح وشوية كركم، ومغرفة مُتارد هاذيك ما نستغناش عليها، وباش نخليه يطيب على نار هادية لين يسيب يطيب في المي متاع السكالوب ولين يوقف على الزيت متاعه. باش نخليه حتى هو كيف يطيب على نار هادية، خاطر الفول يحب باش يشد وقتك، علاش كل شيء حطيت على نار هادية معناها ما هو بريسك وهما باش يجوا زادا قبل باش يطيبوا قبل الفول. دونك هني الفول عملت له تفقيد، حبيت نتفقده لقيتها باش نقص شوية مي زدت شوية مي باش نبرده باش نشوف الكعبة قريب تطيب ولا لا، حبيت نجرب لكم كعبة هني بريسك أنا قريب تطيب. دونك زدته شوية مي وباش نخليه يزيد يعمل غلوة أخرى وراني منقصة فيه النار ماهيش قوية برشا. دونك غاديك السكالوب نتاع الطاجين حضر، زدت هني شوية جبن رابي وجبن مثلثات. الفرماج مثلثات أني نستعمله برشا في الطواجن خاطر راهو يعطي بنة بالنسبة لي يعني تعجبني كمذاق لعيلتي ولشخصي يعجبني برشا. دونك الطاجين شفتوني ما عملت له حتى شي لا معدنوس لا بطاطا، جوست شوية جبن رابي وشوية جبن توابع مثلثات باش نعبيهم في ركسات صغار. في ساعتيب زادة، هو اللي باش يشوف هكا يقول لك هو أقرب للأومليت من الطاجين، أما راهو يجي خفيف برشا. دونك أنا جبدت هني بديت راني نلون هني، أني ماكم تعرفوني بالي مش واسع، بديت لوّنت الكعبة الأولى لوّنت الكعبة الثانية، فديت بصراحة ناديت أمان ولدي قلت له هاني نلون وزين، زين أنت بطريقتك، قال لي كيفاش نزين يا ماما؟ قلت له نزين نتاع شخصيات صور متحركة، أنا زينت كان الكعبة هاذيك برك. يا خمان أمان ولدي استفتى في العظيمات متاع أخيته و وعاملهم من كل عبارة كائنات فضائية بصراحة. شوف العظيمات قدامكم أهو، أنا حاسة لو خليته هو يكمل في العظيمات ورجعت أني للفول متاعي نلقاه بريسك طاب. جوست هني هاني باش نزيدها شوية كركم
وباش نملّح، باش نزيدها الملح، دونك قبل ما نملّح حبيت نشوف الكعبة اسكو طابت حق والّا لا، لقيتها سخونة مشيت بردتها شوية، وكم شفتوها جوست ما نزلت عليها إلا هي خرجت زبدة، ملّحت غاديكا وخلّيت خليته يعمل غلوة صغيرة وقصيت عليه النار، الفول متاعنا غاديكا حضر، باش نرجع توا الحم متاعي، الحم متاعي لقيته طاب من الجهة الأولى شرّحته على الجهة الثانية، كنت هذاك على نار هادية برشا، يجي راهو طري برشا وجوسي معناها فيه العصارة متاع المحلاه، وك العصرة قارص في الآخر هاذيك نتعارك أنا وياه شوفوها كيفاش كاسحة ما حبش تخرج الجو اللي فيها، تجي قد قد، توا باش نحضروا العاشورة متاع حنونة، عندنا كعيبة فول، شفتوا هاك الفول محللونة كي تحطوا له القارص من الأول راه ما يكحالش من بعد وتحطوا الملح في الآخر، رشيت عليه شوية كمون، وحطيت هاك الكعيبات طاجين صغار بيركسات صغار هاذوكم، فما هاذيك عندي هكا بيركسة كبيرة وهاذيك الأصغر منها، وباش نحط لها طرف ستيك طيب. وباش نزين لها بالعظيمات أو بالكائنات الفضائية اللي زينهم لها خوها، دونك هذه العاشورة حضرت، إن شاء الله كل عام حقين بخير، عندي شوية شوكولاتة زينتها من فوق بيان سير حنونة ومود ريجيم ماهيش باش تاكل هذاك الكل، جيت حبيت نفرحها بركة بالبلا دونك باش تاخذ حاجتها فقط، هذه عاشورتنا في جابس وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وصلنا لآخر الفيديو ما بقى لي ما نقول لكم إلا إلى اللقاء في فيديو آخر، وتحياتي حبيباتي.